ايه ده؟ هي الناس دي بتقول ايه؟ تحفيل على الهوا بين عفت نصار ومعتز زينو. اسمع كده هيقول ايه وبعدين نرجع نرد عليه. وما تنساش يا ابو الصحاب تعمل اللايك والشير. عصب ده برضه لا يعيبك على فكره. وبحترم نادي الزمالك طبعا هو برضه بيحترم النادي الاهلي. ايوه طبعا. انا عارف ان هو ما بيحبش حد غير نادي الزمالك. اقول بس ده الوصف اللي ممكن اقوله على الكابتن عفت. ممكن يا احمد، عشان انت مجنن الناس. احمد ثواني بس. بص يا احمد، انا اقول كلمتين كده في الاول. طب ارحب بس بالراجل ده. انت رحبت بالكابتن اينو. نرحب بالكابتن معتز زينو نجم. ما انا بيترحب بيا مرة. مرتين. طبعا. ثلاثة عشان كاس العالم للانديه. لا البرونزيه برضه لازم. بدأها بقى هو، شفت بقى 3 مرات. ايوه شفت بقى البرونزيه لازم. الراجل بيلعب على الميداليه البرونزيه المركز الثالث. يبقى انا ارحب باينو 3 مرات وبعدين برحب بيه 3 مرات برضه. ليه؟ عشان كسب اتحاد جده 3-1. صح بالظبط كده. يبقى لازم ارحب بيه 3 مرات. صح. شوف انما انت وفي الاخر مش هتكلمه بقى عشان اتغلب مرتين. غلب 2 يعني مش هتبص له وتبص الناحيه الثانيه. لا من فلومينيز يعني. لا ما هو دي يا كابتن برضه يا كابتن، ما دي كوره ان شاء الله. غاب التوفيق على النادي الاهلي في اليوم ده. بالظبط كده. وانت رحبت بالكابتن عفت كم مرة؟ مره عشان 1-0 من مصر. زيها بقى. ما انت اللي قلت 2. ما هو انت انت اللي بدأت. احنا بنتكلم انت اللي بدأت. او انت اللي الحكم بدأت. منا اهو. انت اللي يا احمد عايز بدأت اتكلم بما يرضي الله. ايوه ايه شوف. عايز اتكلم. بص يا اينو والله العظيم يا اينو بجد. انا يا جماعه كنا بنتكلم قبل البرنامج في حته. بص يا صاحبي، انا جبت لك الجملتين المفاد واللي انت المفروض تسمعهم وتعرف يعني ايه برامج تلفزيونيه. والمفروض ان انت راجل بتقعد ورا الشاشه عشان تستفاد من الناس دي اصلا وتستفاد من تحليلهم. يطلعوا على الشاشه يتكلموا كانهم 2 مشجعين، واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، وده بيحفل على ده وده بيحفل على ده، وده يقول جمله لده وده يقول جمله لده. امال احنا كسوشيال ميديا اللي بنطلع ورا الموبايلات نطلع نقول ايه لما انت راجل بتطلع خلف الشاشات وبتقول الكلام ده؟ احنا كناس بتوع سوشيال ميديا نطلع نقول ايه؟ ناس بتحفل على بعضها على الشاشة. انت متخيل يا صاحبي؟ انا بتمنى انك تعمل الفيديو ده لايك، والله ما عشاني ولا عشان الفيديو، عشان خاطر الفيديو ده يروح لناس كتير. ما هو الخوارزميات بتقول انك تعمل لايك للفيديو، الفيديو ينتشر ويروح لناس كتير. لان حرفيا الكلام اللي هم بيقولوه ما ينفعش يتقال على الهوا. لما يطلع كابتن من كباتن نادي الزمالك وكابتن من كباتن النادي الاهلي يطلع يتكلموا ويحفلوا على بعض على الهوا، خلاص هي بقت دلوقتي الموضوع بقى اصبح ترندي. ازاي بقى انا اطلع اقول كلمه غير المعتاد او غير المألوف يقوم جاي الموضوع طلع ترند؟ لان حرفيا احنا بقى عندنا كميه برامج رياضيه في مصر مش عارف على ايه. انا مش عارف بصراحه، انا كاسلام مش عارف هي على ايه. هتيجي واحد دلوقتي يقول لي يا عم ما احنا بقى في كميه ناس بتطلع تتكلم في فيديوهات على السوشيال ميديا. ما انا بوصف لك الحاله، لان حرفيا هو بقى في ناس كتير بتوع برامج بيطلعوا. يعني نجوم الكوره كلهم بيعملوا برامج دلوقتي، ما سابوش حاجه حتى الاعلاميين يعملوها. لكن دلوقتي انا بتكلم في نقطه انه ازاي انتوا كباتن وبتطلعوا تحفلهم. لا واحمد جمال قاعد في النص عمال. بص على فكره احمد جمال انا بتابعه في الفيديوهات عامل فيها محايد، وهو بينغز ده وبينغز ده وبيقول كلمه لده وبيقول كلمه لده، يخلي الاتنين يسخنوا على بعض، يطلعوا يتقشوا في بعض على الهوا. بيسخنهم قبل الفاصل ويتقشوا في بعض على الهوا. انا ما اعرفش هو ازاي ده برنامج او ازاي ده بيتذاع على التلفزيون، انا ما اعرفش. شكرا لكل الناس، اتمنى تدعم الفيديوهات دي باللايكات عشان خاطر الناس تعرف حقيقة الكلام اللي هم بيقولوه او حقيقة الناس دي بتطلع على الشاشة ليه، نعرف ليه. وقول رأيك يا ابو الصحاب في الكومنتات وخليك مهتم عشان اللي جاي اهم. حبايب قلبي.